ازيكم؟ كلنا عارفين انواع كلاب الحراسة المشهورة زي الجيرمان والروت والدوبرمان، بس مش كل الناس عندها المساحة او المكان او الطاقة اللي تقدر تربي كلب حراسة ضخم، لان متطلباتهم كتير. فالنهاردة هنتكلم عن انواع كلاب حراسة متوسطة او صغيرة الحجم تقدر تحميك وتحمي بيتك واسرتك، وان كانت مش بنفس كفاءة الانواع المشهورة، ولكنها تقدر تأدي مهمة على اكمل وجه. يلا بينا نبتدي. رقم 5، البورترير. كلب انجليزي كان غرضه الاساسي التخلص من القوارض، ولكنه ينفع كمان يبقى كلب حراسة بسبب طاقته العالية وشراسته. عضته قوية جدا بسبب شكل راسه البيضاوي. ألوانه متعددة، أشهرها الأبيض والبني والأسود. رقم 4، الشاربي. كلب حراسة وسيد صيني، بيتميز بجلده المجعد اللي بيحميه ضد أي هجوم من حيوانات تانية. كلب طبعه هادي ومستقل زي القطط، هو بطبعه شرس تجاه الكلاب والحيوانات التانية، وعشان كده مش هيتردد يدافع عن صحابه ضد هجوم غريب. رقم 3، أستراليان كاتل دوغ. كلب راعي وحراس استرالي، معروف بطبعه الذكي جدا وطاقته العالية. الكلب ده شجاع جدا برغم من حجمه الصغير، مش هيتردد يدافع عن أرضه وصحابه. طبعه وفي جدا لصاحبه، ده غير كمان ألوانه الجميلة. رقم 2، تشاو شاو. كلب صيد وحراسة صيني، بيتميز بفروته الكثيفة ولون لسانه اللي بيكون أسود أو أزرق. كلب شرس بطبعه وعنيد، وهيحتاج تدريب حد متمرس. الصين كانوا ما زالوا بيربوه اعتقادا منهم انه بيحميهم من الارواح الشريرة. رقم 1، البيتبول الامريكي. كلب غني عن التعريف، من اكتر الكلاب وفاء لصاحبه. كلب شجاع جدا ومبيخافش من حاجة، مش شرس بطبعه الا اذا تم استفزازه. الكلب ده محب جدا لعيلته وخاصة من الاطفال. جسمه قوي جدا وعضلي، والوانه متعددة. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب. سلام.